يقال إن الشيطان التقى يوما برجل لا يصلي ولم يكن يعلم عنه ذلك، فسار معه حتى أذن الظهر، فإذا بالرجل لا يقوم إلى الصلاة ولا يتحرك لها، فتعجب الشيطان وقال: أأنت لم تصل؟ ثم أذن العصر، فإذا بالرجل على حاله لا ركعة ولا سجدة، فقال له الشيطان مذهولا: أولا تصلي العصر أيضا؟ فقال الرجل ببرود: لا، أنا لا أصلي أصلا. وجاء المغرب ثم العشاء والرجل كما هو، لا ينهض لطاعة ولا يقف بين يدي الله. وهنا التفت إليه الشيطان وقال كلمة تهز القلوب: عجبا لك، كيف تجرؤ على ترك الصلاة؟ أنا عصيت الله مرة واحدة فقط، مرة واحدة حين أمرني أن أسجد لآدم، فطردت من رحمته الأبدية ولعنت إلى يوم الدين. أما أنت فالله يأمرك 5 مرات كل يوم أن تسجد له، هو لربك وخالقك، ثم تخالف أمره 5 مرات، وفي كل صلاة سجدات عديدة، وأنت تتركها كلها. كيف تتحمل هذا العصيان؟ يا عباد الله، أفلا نتفكر في هذه الكلمة؟ أفلا ندرك عظم ترك الصلاة؟ إن الله تعالى ينادينا 5 مرات في اليوم: أقم الصلاة، ونقول لا. ينادي في الفجر فنعتذر، في الظهر ننشغل، وفي العصر نهمل، وفي المغرب نتهاون، وفي العشاء نتساقل، ويتكرر الأمر كل يوم، ويتكرر العصيان كل يوم. أي جرأة هذه على أمر الله، وأي غفلة عمت القلوب. فلنعد إلى الصلاة قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم، ولنقف بين يدي ربنا كما يحب ويرضى، فإن الصلاة عمود الدين، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. سبحان الله العظيم. ختامنا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.